مساء الخير يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حالة حلوة جدا، وزي ما قلت لكم قبل كده احنا اي حاجة عندنا في البيت هنستفيد بيها. ودي كانت سلسلة عملت لكم منها ايس كريم البلح، والنهارده هنعمل مهلبية البلح، حاجة جديدة. يعني احنا عايزين ناكل حاجة حلوة، نبعد بقى عن الايس كريم، عن الرز بلبن. تجديد وطعمها حلو جدا ومفيدة جدا، بالاخص لو عندك اطفال هيبقى فيها افادة حلوة قوي ليهم. بصوا حبايبي، كمية البلح دي كانت حوالي كوبايتين ونص او 3. انا غسلت البلح يعني غسيل كويس جدا، وبعد ما غسلته فصصته، وبعد ما فصصته حطيته على النار، بس مش بكمية مية كتيرة عشان ما تضيعيش نسبة التسكير اللي فيه. يعني حتى المية اللي هي تطلع تستفيدي بيها، فحاولي تسلقيه في مية قليلة. استوى لحد ما انا حطيت الشوكة، فكده اتأكدت ان هو مش هيبقى مضر عندي على الخلاط. حطيته في الخلاط وحطيت معاه حوالي كوبايتين لبن لحد ما ضربته. انت ممكن تصفيه، بس انا عن نفسي انا بحب الياف البلح جدا، وهتبقى مفيدة قوي. لو انت بتضايقي من اي حاجة تحت اسنانك ولو انها مش بتبان صفيه. تمام. في نفس الوقت انا جبت كوبايتين لبن تاني وحطيتهم على النار، وبعد كده نزلت بالخليط اللي انا ضربته وقلبته كذا تقليبه، ونزلت عليه زي انت عامليه معامله الرز بلبن او المهلبيه اللي احنا بنعملها. تمام. هتسيبيه طبعا، انت البلح مستوي فهو مش هياخد منك سوا كتير على النار. بمجرد ما انت بس تحطيه ويغلي وتحطي له معلقتين نشا متدوبين في نص كوبايه لبن، وتضيفيهم عليه لحد ما هيلف معاكي. على فكرة يا جماعة طعمها حلو وتجديد ومفيدة، ولو دوقتيها لحد هتعجبه هيسألك على الطريقة بتاعتها. انا هنا حطيت النشا، بمجرد ما انتي هتقلبيه وطعم النشا هيستوي وهيختفي وهتدوقيها وهتلاقيها لفت معاكي لفة المهلبية. هي كده خلاص تطفي عليها وتعبيها في اطباق، وبالهنا والشفا. واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.